دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الثقافة القانونية. هنتكلم النهاردة عن جرائم النصب وأشكالها وتفاصيل عنها من خلال ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو الأستاذ محمود شعبان، الخبير القانوني ومحامي بالنقد. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. نورنا. ازي حضرتك يا استاذ محمود؟ اخبارك ايه؟ في البداية عايزين بس ندي تعريف كده للجمهور عن مفهوم النصب. امتى اقول ان انا تعرضت لعملية نصب؟ تمام. هو طبعا موضوع جميل جدا ولازم ننبه ناس كتير عليه، لان حضرتك حصل ان تزايدت في الفتره الاخيره وفي السنوات الاخيره اعداد مهوله جدا وصلت الى نسبه مخيفه عمليات النصب، وابتدت تختلف اشكالها والوانها بشكل متطور جدا. بل بالعكس، انا بعتبر ان النصاب كرس كل ذكائه الحاد جدا والمتطور جدا في انه يقدر مع مده طويله جدا من الوقت انه يقدر يحدد فريسه معينه او ضحيه معينه يفضل متابعها حتى يثق في ثقة عمياء، وبالتالي يصل إلى عملية النصب. مش كده وبس، ده بقى الموضوع انتقل من الموضوع الفردي إلى الموضوع بقى في منظمات وبقى في هيئات بتقوم بالعملية ديت بشكل منظم إجرامي حاد جدا، وبقى الموضوع بقى بيهدد ابتكارات كمان، ابتكارات وحاجات يعني وسائل. حضرتك لو ساعة الوقت هبحكي لك على ابتكارات عرفناها. تمام. طب أستاذ محمود، برضو أكد على سؤال فاروق، لو عايزة أحدد أو مفهوم أو معنى كلمة النصب من الناحية القانونية، فيها مفهوم معين؟ طبعا. القانون حدد الموضوع دوت في نص الماده وحيده اللي هي الماده 336 من قانون العقوبات، وقال بس هضطر هقولها باختصار ومش هقولها بشكل جامد عشان اوصلها للفكره. هو بيقول يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او سندات او غيرها ممتلكات او حاجات منقوله بمعنى اصح باستعمال طرق احتياليه. حدد القانون الوسائل بتاعه الاستيلاء بثلاث حاجات فقط، من غيرهم ما يبقاش في نصب. ايه بقى؟ نبتدي بيها حضرتك اللي هي اول حاجه استعمال طرق احتياليه. استعمال الطرق الاحتياليه دي معناها باختصار ان الشخص بيلجأ الى وسيله معينه عن طريق الكذب، بالكذب بيكذب. الكذب بتاعه لابد ان يكون محددا عشان بس نفصل ما بين امر مهم قوي. لو الكذب مجرد، يعني ايه الكذب مجرد؟ يعني لو واحد بيقول لواحد انا هبيع لك قطه مثلا نادره او سياره مش موجود منها او حيوان ما مثلا او اي حاجه، وابتدى بالكلمه، يعني بقول لحضرتك ان تشتري مني الموضوع ده، فانت موضوع غريب شويه فحضرتك صدقت. في الحاله دي مفيش نصب، كده مفيش نصب. ايوه، القانون هو لا يحمل المغفلين. ليه بقى؟ لا يلومن هذا الشخص الا نفسه. تمام. المفروض انه يتروى ويعمل. اما اذا نفس الشخص اصطحب اللي بيبيع له ده اللي بينصب عليه واخده معاه في مكان ووراله المكان، او استعان بشخص ثالث وقال له حد، وابتدى الشخص الثالث ده يقول له فعلا ده الموضوع ده موجود، الاستعانه دي حضرتك هنا بتوقعه في دايره النصب. يبقى انا عندي مفهوم مهم عشان الناس ما تتلخبطش فيه، عشان لما تيجي حتى هقول في النصايح لما يجي يحرر محاضر او غيره، اهم نقطه عندي ان ما ياخدش الكلام بسلامه نيه وما يبقاش ساذج الى هذا الحد، زي افلام زمان اسماعيل ياسين لما اشترى العتبه الخضراء والترام والحاجات ديت. واللي على فكره انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ده في الواقع في سنتين 2 حصلت عندنا في اسكندريه واقعه شبيهه بالموضوع ده. جابوا واحد وقال له اشتري الدور الاخير في المحكمه. دي حاجات غريبه جدا. طيب ايه بقى النقطه؟ ما انا عايز اقول لحضرتك بالنسبه لاستعمال الطرق الاحتياليه، ان بتكون ديت يعني بتنحصر في عده حاجات. بمعنى ايه؟ من شأنها اول حاجه، عشان القانون حدد الحاجات دي عشان يبقى في نصب. تمام. اول حاجه الايهام بوجود مشروع كاذب. بمشروع، يعني في مشروع يقول له والله دي في شركه احنا هنعملها والشركه ديت تجاريه او زراعيه، او مثلا انا هنعمل حق احتفال معين او غيره بشكل معين. الارض دي هتبقى مدينه سكنيه وادفع واروح ادفع وما فيش حاجه ما تطلعش. ما لازم نتاكد. تاني حاجه مثلا الايهام بواقعه مزوره. عندي نوت زي ايه؟ زي حضرتك بيجوا ناس كتير جدا بتلجأ الى الدجالين ويقول له، او في ناس بتعمل اعلانات وتقول ايه، احنا عندي قدره على شفاء الناس من مرض معين او من الجن او حاجه معينه، عالج نفسك بالاعشاب ولا مش عارف الحاجات دي. بس برضه انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا، مجرد فقط ان واحد بيتكلم ما توقعش بيه الجريمه. انما القانون عشان بس ايه، القضاه ابتدوا فعلا انهم عشان يقدروا يسيطروا على الموضوع دوت وما يبقاش الموضوع الناس عرضه انها تبقى عرضه للنصب كده، وسعت قاعده اللي انا بتكلم عليه اللي هي الطرق الاحتياليه. وسعت المفهوم بتاعها، هي حددتها بثلاث حاجات صحيح، انما وسعتها. بمعنى اصح يعني ايه، لو واحد راح وقال له انا هشفي بايدي، طب الكلام ده ما يخشش بعقل. لو استولى على فلوس ده مش نصب. انما لو استعمل ايديه بس فقط وحطها على ايد حد مجرد اوهمه انه هيشفيه، هنا اصبح فيه نصب. يبقى المعيار هنا هو ان المعيار مهم قوي
عشان ما نخرجش من الحته المهمه الدقيقه ديت، ان لو الكلام فقط الفعل فقط الكلام من غير فعل، لا لابد ان يؤيده مظاهر. هذه المظاهر تكون خارجيه تؤثر على سلطان الشخص اللي بيتنصب عليه ويبتدي يقتنع بهذا الموضوع. دي حاجه. ثالث حاجه احساس الامل. محمود، قبل ما نتنقل لنقطه ثانيه من كلام حضرتك، هل دي فعلا ممكن في الموقف اللي زي ده مجرد بقى كلام او مجرد ان هو مثلا وراله شركه او اعلان او حاجه، امتى اقدر اثبت حاله النصب؟ الاثبات في حد ذاته حاله النصب نفسها، ازاي المقدره عليا ان انا اثبت هذه؟ ان انا حصل لي حاجه. هقول لحضرتك اولا ان انا لازم اخد بعض الحاجات، يعني انا ما اسلمش الامور تماما للشخص. يعني انا مثلا بتعاقد مع موضوع فيه شبهه معينه، بمعنى ايه؟ حاسس قلق حد ايه قال لي ايه، والله انت هتدفع مبلغ 1000 جنيه وهتاخد كل اسبوع مثلا 300 جنيه، كلام لا يعقل. يبقى انا لابد ان انا اخد بالي كويس جدا. مثلا نحجز مش عارف شقه في منتجع ايه ومنتجع على البحر وهتدفع 10000 جنيه. لازم حضرتك وعي، وكويس ان انتوا بتقدموه يعني ما شاء الله. تاني نقطه، في حاجه مهمه قوي، يعني انا عايز اثبت النصب دهوت. اولا انا النصاب ما بيعملش العمليه دي في يوم واحد، ده بيقعد حضرتك كده هو يخطط يقعد فتره عقبال ما الشخص بيثق فيه. وهنا الثقه هي مفتاح لان بتكون في ثقه، بس في نقطه، في طمع من جانب الشخص. لو هو يتروى شويه ويسال ايه بيديني المبلغ ده كله ليه، انا هبتدي احتاط. في حاجه تانية، يعني كده ما نثقش في اي حد. لا، هو الاحتياط مش الثقه المفرطه لا تجوز على فكره، وخاصه في اللي احنا في. زي ما انت شايفه الحلقه الجايه لو في نصيب هنتكلم عن النصب الشبكي والحاجات اللي وقعت فيها ناس كتير جدا، والهرمي. طيب دلوقتي احنا هل في حالات نصب تاني ولا احنا كده ده في حالات نصب؟ لا طبعا، ده حضرتك في مظهر تاني حاجه غريبه، ان واحد بيتصرف في مال منقول او ثابت وهو غير مملوك ليه. واحد بيبيع شقه الواحده لاكتر من واحد. ده القانون، ده اللي القانون نص عليه. ده طبعا. في حاجه الاخيره المهمه، ايه هي بقى؟ انتحال الصفه والاسم. واحد مثلا عايز ينصب على حد فيقول له ايه، انا ابن فلان، او انا فلان شبه حد، او انا فلان، او زوج فلانه، او هي تقول زوجة فلان. تمام. او انتحال بقى، ودي حصلت معانا لناس فعلا، دي حقيقه. انتحال صفه معينه، يعني شخص مثلا بيقول ان هو ضابط مباحث وهو مش ظابط، فيبتدي هو يجيب له 2 معاه ويروحوا رايحين على شخص ويقولوا له تعالى معانا ورينا البطاقه، يروحوا اخدينه. وحصلت زي فيلم شادي، وحصلت مع ناس اعرفها واخدوه ويروحوا على الاسم ويجي يقول لهم طب عشان خاطر، فيجي واحد منهم يقول لهم ايه، طب ادينا اي مبلغ وانا هنعمله، فيدفع. هنا تقوم عمليه نصب بانتحال الصفه والشخصيه. طب ايه العقوبه بقى بتاعت انتحال شخصيه، سواء بقى ضابط او شخصيه مشهوره؟ النصب ايا ما كانت، هي نقول النصب هي طبعا القانون حددها بان هي عقوبه الحبس. وكلمه طالما القانون اطلق كلمه عقوبه الحبس، فاصبح العقوبه تبتدي من يوم 1 24 ساعه الى 3 سنين. ولكن في حاله العود نفسها، حالة العود يعني واحد ارتكب الجريمة مرة تانية، ممكن يبقى فيه عقوبة تكميلية ان هو يقعد تحت المراقبة لمدة سنة لسنتين. دي حاجة. طيب. وفي حضرتك الشروع في النصب، يعني ما تمتش الجريمة، يعني شرع فيها ولم تتم، العقوبة بتاعتها تصل إلى عقوبة سنة. طيب لغايه سنه. واحد اتنصب عليه وتعرض للنصب خلاص وتمت عمليه، ايه بقى الاجراءات اللي المفروض ياخدها عشان يلحق نفسه او يلحق يرجع حقه؟ طبعا ده كويس جدا، لان هو ده لا يضيع اولا حق وراه مطالب. هو صحيح وقع في الفخ ده او الحاجه ديت، وكلنا للاسف معرضين ان احنا نقع فيه بنتيجه الثقه الزايده في الاشخاص. انما يجب عليه فورا انه يعمل اجراء من 2 ما لهمش ثالث. اولا اما يروح في اسم الشرطه ويحرر محضر، المحضر دوت بيتهم فيه الشخص، وهنقولهم ان هو لابد ان يذكر فيه كافه التفاصيل، وخاصه انه ما نقولش ان هو ما فيش فعل، ما يقولش كذب فقط كذب عليا، لا، لابد ان يحدد نوعيه هذا الكذب. استعان بايه، والمظاهر جاب شخص مثلا ولا استعان بايه، ورى لهم اوراق زي ما حضرتك بتقول، باع في رسومات هندسيه او غيره، او عقود مزوره او حاجه، او الشقه اللي اتباعت مرتين، هو يجيب الشقه الاولانيه والثانيه العقود ويقدمها في المحضر. وفي خلال المحضر دهوت ان هو بيدعي مدني وبيجيب شهود، لابد ان هو يحضر شهود، ان المواضيع ديت حضرتك الاثبات فيها صعب جدا. حتى لو عنده مستندات او ورق يثبت ان هو يعني يدين للشخص او الانسان الثاني اللي عمل الجريمه، لازم يجيب برضه معاه شهود. بس هنا في نقطه مهمه جدا، ان النصاب ذكي جدا جدا، فهو لا يمكن يمنحك ورقه بخطه ابدا.
الا لا لو كان هو مش ذكي بقى في الحاله دي يبقى يغلط. فاحنا اتعودنا ان الموضوع ده بيبقى فيه نوع من انواع الاحتياط الشديد جدا منه. ممكن يديك حاجات مزوره، وهي دائما بتبقى مقترنه بتزوير، كارنيه مزور، ورقه مزوره. فانا عشان خاطر انا بدفع فلوس حضرتك، فانا عشان خاطر اعملها لابد ان انا اكون محتاط. يعني مثلا في شركه اروح اشوف الشركه، بشتري شقه، اروح الاول اشوف هل هو مالكه في الشهر العقاري ولا لا، دي ضمانه، اشوف هل مسجله ولا لا. تاني اجراء قبل ما حضرتك تنتقل في حاجه تانيه، ان انا ممكن عشان اجراءات بتبقى طويله اقدر اعمل رفع جنحه مباشره على طول. بروح لمحامي برفع جنحه مباشره بيبقى فيها بدعي مدنيا قبل هذا الشخص علشان خاطر ان انا احافظ على حقي. اقدر اقاضيه في المحكمه واثبت بالاثباتات بالشهود وبالاوراق وبكل دلائل الاثبات. لان حضرتك انا نفترض ان النصب مثلا بقى 100,000 او 50,000، القانون بيدي قيمه معينه لاثباتها بالكتابه. تمام. الا في حاله النصب. حاله النصب القضاه سمحوا ان الاثبات يكون بكافه طرق الاثبات. ليه اثبات؟ لان زي ما قلت الاستاذ دانا، انا دلوقتي انا عامل مع نصاب، يعني انا راجل نصاب هحتاط. طب انا هثبت ازاي؟ اجيب له ورق منين؟ فالقانون اعطى ايه الحق للشخص ان هو دلوقتي برضو يعني احنا اتكلمنا عن الاجراءات اللي لازم يعملها الشخص اللي اتعرض للنصب. يعني دلوقتي في ناس بتقول لك طب انا هروح هبلغ وهيتقبض عليه وهيتحبس، انا استفدتش حاجه، فلوسي ما خدتاش. هل بقى الاجراءات القانونيه بتضمن ان الاموال اللي اتنصب عليها دي ترجع ولا ما بتضمنش دلوقتي؟ بص حضرتك، طالما انا لجأت الى التقاضي وان انا ليا حججي واسانيدي، وطبعا لابد انه يثبت بكافه طرق الاثبات، بيدعي مدنيا الاول مبلغ معين، 5000 جنيه واحد او 10,000 جنيه واحد. بيصدر الحكم حضرتك عليه بالحبس زائد التعويض المدني المؤقت. بعديها بنقدر حضرتك ان انا ارفع دعوه، اللي هو المضرور انه يرفع دعوه تكميليه بشرط ان الحكم ده يكون نهائي، وبيطلب رقم الاضرار التي لحقت به الماديه والادبيه. ممكن يبقى ارقام كبيره جدا حسب الضرر. بص حضرتك، هو التقاضي عندنا في مصر للاسف في كل مراحله عايز يتغير السيستم ده في اجراءات. هم معذورين القضاه عشان عددهم صغير والقضايا كتير جدا، انما لابد ان يشوف حلول. ويعني في قضيه شهيره جدا في النصب الدولي بقى، مش هنقول النصب الداخلي. شوف الذكاء بتاع شخص يمني عمل حاجه غريبه جدا، طلع زور ورقه ان هو دبلوماسي. تمام. وابتدى يتعاقد مع شركات للتسفير والحاجات، ودي برضو في النصب عندنا التسفير والحاجات. وجاء حضرتك بعد ما عمل الشركه الكبيره ابتدى يتعاقد من شركاته بدول اخرى، فاتعرف على واحد دبلوماسي بجد في دوله ثانيه، عملوا شراكه مع بعض، فاصبح موضوعه ستار وقانوني جدا. دي قضيه عالميه. وابتدى بقى ايه يعمل الموضوع ويهرب من بلد لثانيه الى تم القبض عليه بعد سلسله جرائم كبيره. شوف النصب قد ايه ذكي، قد ايه بيستغل هذا الذكاء في حاجات غير مشروعه، يعني عنده نظره فيما بعد، وبيقدر ان هو يوقع الناس اللي هي للاسف السذج او اللي عندها نية صافيه او مش متوقعه. يعني انا نصيحه، انا دلوقتي معايا فلوس عايز استثمرها، اديها لواحد بدون رقابه لمجرد ان هو بيعمل. وده التسويق الشبكي اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله فيما بعد. التسويق الشبكي اللي وقع فيه الاف من الضحايا ودفعوا ملايين من الجنيهات ومش قادرين دلوقتي ومش عارفين تعويض دلوقتي ومش عارفين. استاذ محمود، ازاي يبقى عندي وعي او عندي احتياطات ان انا ما اقعش مثلا في جرايم نصب او حد يضحك عليا او ابقى في مكر حواليا؟ كلمه السر عندي هنا هو اللي انا اقدر اقولها، ارجوكم توخوا الحذر في الافراط في الثقه. لا يمكن ان في نصاب هيوصل الا اذا كان ذكي وبيقدر يصل بثقه عمياء انه يقنع الضحيه اللي قدامه. ده ياخد وقته، ده ممكن حضرتك بيعمل ايه؟ ده بيعملهم اماكن تكون مبهره ومكاتب مبهره، ويبتدي يعمل نظام يبهر الشخص اللي يجي، ويبتدي يقول في ناس ده احنا بنكسب كل حاجه تمام، المكتب تمام والشركه تمام وشغال. في الثقه. تاني نقطة التأكد من، يعني أنا رايح زي ما قلت لحضرتك بحط مبلغ أنا ممكن أستثمره في شركة تكون مظبوطة. طيب أنا الشركة دي أولا لازم أشوف تاريخها. التاريخ ده حاجة مهمة قوي على فكرة، إن أنا لازم أشوف تاريخ الشركة دي اسمها إيه؟ هل تغير اسمها من شركه كذا لكذا في خلال سنين؟ وندخل على الانترنت نشوف الباك جراوند عن الشركه طبعا مش كده بس. لو فيها مثلا في بيع زي حضرتك لازم اروح للشهر العقاري اشوف هل فعلا ولا لا، لاني انا ما اكونش بسهوله اقع في ضحيه اضيع فلوسي وبعد كده اضمن. تاني حاجه انا بتعاقد، لابد ان انا ممكن استعين بفيديوهات، ممكن استعين برسائل، ممكن بمراسلات، ممكن اجيب شهود اللي معايا انا وانا بدفع الفلوس. كل دي ضمانات لازم ان انا اكون حريص جدا، ضامن حق. لان القضاء نفسه
صعب جدا اثبات النصب، لان بقول زي ما حضرتك الذكاء بتاع الشخص دوت بيخليني ان انا اكون واعي جدا متحفز جدا. لازم ان انا وانا بحط فلوسي ما بقاش مسلم بتاع واجري ورا سراب بعد كده، مش هقدر ان انا اجيب حق. استاذ محمود شعبان الخبير القانوني والمحامي في نقد، بشكرك جدا على المعلومات اللي قدمتها لنا النهارده، ويا رب ما حدش يتعرض للنصب ابدا وكل الناس تاخد احتياطاتها ويستفادوا من المعلومات القيمه حضرتك اديتها لنا. شكرا ليك جدا وجودك معانا النهارده. شباب لو عايزين تتواصلوا مع استاذ محمود شعبان هتلاقونا على الويب بيج بتاعتنا على الفيسبوك، اي حاجه عايزين تسالوها له ابعتوا لنا على طول. ودلوقتي هنطلع الفاصل ونرجع مع صندوق العلوم والتنميه التكنولوجيه، خليكم معانا. الفنانة جنات 13 أغنية في ألبوم جديد حب جامد.